السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة من مطبخي كالعادة. اليوم جبت لكم وصفة شوربة فيرميسيل. راح نديرها في هاد القدرة تاع الطين اللي تزيد بنة للماكلة. هذا هو السر يعني باش الشوربة تاعنا تجينا ما شاء الله. هنا واش عندي شوية من الدجاج راني درته داخل القدرة. تقدروا ديروا اللحم اللي تحبوا. هنا عندي حبة بصلة متوسطة الحجم ربيتها، حبة طماطيش وثلاث إلى 4 سنينات ثوم ثانيك مربيين. هنا رايحة ندير كلش هكذاك مع بعض داخل القدرة تاعي. رايحة نزيد ندير 2 مغارف من الزيت. وهنا الزيت يعني ما درت المغرف الاولى هنا درتها زيت عاديه، والمغرف الثانيه راح ندير زيت زيتون. من اللحم تاعكم ولا الدجاج اللي عنده ليدام يعني ما تكثروش الزيت، ديروا شويه برك قيس ما تقليو ولا البصل تاعكم فيه برك هكذا كيما راكم تشوفوا. يعني ما كثرتش الزيت ما درتش بزاف. واش راح نزيد هنا؟ دوك راح ندير لي زيبيس. ندير شويه كمون وشويه راس الحانوت. هنا درت شويه ملح، ما كثرتش ثاني الملح البنات لانه الدجاج تاعي انا كاين مالح، نتوما ديروا حسابكم. نزيدو شويه كمون. هنا كان براسك خلاص لي ما درتش بزاف. ندير راس الحانوت زيبيس ثانيك ما كثرتش على جال بنتي البنات ثانيك دوكا راهي تاكل معانا، صغيره تاكل معانا دونك ما نكثرش ونسي نطيب يعني اكل يكون صحي باش هكذا تقدر تاكل معانا. نزيد ندير فلفل عكري حلو ماشي حار. ومن بعد نشوف الا شتها ناقصه المرقه تاعي ما جاتنيش حمراء بزاف راح نزيد لها. البنات انا ما نطيبش بالطماطم المصبره. الاكل تاعي كامل طماطم تاع الحب. عندك جامبو الطماطم المصبره جامي نطيب بهم. نسيي الماكسيموم انه نطيب حاجه صحيه. هذه هي. هنا ندير القزبر والمعدنوس، درت خليط بيناتهم ونمرق شويه برك ما نكثرش الماء، ونحطهم على نار تكون هادئه يتقلاو. كما نعرفوا يعني الاواني هذو تاع الطيب ما يحملوش يعني الحراره تكون مرتفعه، والاكل ثاني باش يجيب بنين لازم نعطيله وقته في التقليه. من جهه اخرى نكون ندير الماء يسخن. هنا بعد ما تقلات لي كيما يلزم يعني عطيت لها وقتها في القليان، نزيد لها الماء سخن ونخليها على نار هاديه طيب على غرضها. كيما تشوفوا البنات هاي المريقه تاعنا راهي واجده حميمره الله الله تجي خفيفه ما شاء الله. هنا نزيد لها الفيرميسيل، تقدروا ديروا الفريك والدجاج تاعي فتتو هكذايا. وتقدروا ديروا ثاني الحميصه، انا كانت خلاص لي ما درتش الحميصه ثاني تجي بنينه في الشوربه. هذه هي الشوربه تاعنا البنات دوك نقدمها معكم كما. والبورك هذا درتو والوصفه راهي في القناه، راح نحط لكم رابط الوصفه تاع البورك اللي حابه تشوف الوصفه. شوفوا البنات الشوربه تاعنا يعني تجي خفيفه اقتصاديه بنينه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. جربوها بطريقتي هذه تشوفوا يعني تجي بنينه. وشنو برك عطيو لها وقتها في القليان في التقليه. هذا ما كان. هذه هي البنات نخليكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. سلام.